الا قلت لك ان بعض الدول كتصرف ملايين الدولارات باش تنظم كاس العالم ورغم ذلك ممكن انها ما تخرجش رابحه، واش تيقني؟ والغريب من هادشي كامل ان الدول ما كتهربش من تنظيم كاس العالم، بالعكس كتقاتل عليه باش تنظمه. فشكون اللي كيربح فعلا؟ واش داك البلد المنظم اولا الجمهور اولا المنتخبات اولا الرابح الحقيقي شي طرف اللي ما كيهضروش عليه الناس بزاف؟ اليوم في هذا الفيديو غادي نكتشفوا الحقيقه كامله، فخليك معايا في هذا الفيديو وانا كنوعدك انك غادي تخرج فاهم وعارف التفاصيل ديال التفاصيل. فقهوه ديالك كيف العاده وما تنساش ديك فولو ونتوكلوا على الله. ملي كنسمعوا كاس العالم كنفكروا مباشره في المنتخبات، في النجوم، الجماهير، المباريات وديك الكاس اللي تربح في الاخر. ولكن الا دخلنا لعالم ارقام نكتشفوا واحد المفاجاه كبيره. الرابح الاول من كاس العالم ماشي هو داك المنتخب اللي كيتوج بها، وماشي حتى البلد المنظم عكس اللي كيتخيلوا البعض، ولكن بكل بساطه الفيفا. الفيفا هي اللي كتاخذ نصيب الاسد من هذا الهيلمان كامل، من حقوق البث التلفزي، من الرعايه، من التراخيص التجاريه ومن التذاكر. كتحول كاس العالم لواحده من اكبر التظاهرات الاقتصاديه على وجه الارض، والمفارقه هي ان الدول هي اللي كتحمل الجزء الاكبر من التكاليف ديال هذا الشيء كامل، من ملاعب والبنيه التحتيه والنقل والامن. هذا الشيء كامل كتامنوا الدوله. وهنا كيتطرح السؤال، منين الفيفا هي المستفيد الاكبر من هذا الهيلمان كامل؟ علاش الدول كتدابز وتقاتل باش تنظم هذا كاس العالم؟ حيت كاينه واحد الفكره منتشره بزاف، هي ان الدول المنظمه لكاس العالم راها كتربح الغرق ديال الفلوس وكتدخل ملايير الدولارات، ولكن الحقيقه اكثر تعقيد مما هو باين، لان الربح ماشي ديما ربح مباشر. كاين الربح اللي تيكون اثناء البطوله من خلال داك الرواج اللي كيوقع في السياحه، في النقل، في المطاعم، في الفنادق، وكاين الربح اللي كيبقى يبان من بعد سنوات. وهنا كيبدا الفرق الحقيقي. بعض الدول ما كتشوفش ان مشروع كاس العالم، ولكن كتشوفه كمشروع طويل المدى وواحد الاستثمار ديال المستقبل. وافضل مثال ممكن نعطي لكم هنا هو قطر 2022. العالم كامل كان كيهضر على حجم الانفاق الضخم قبل ما تبدا هذه البطوله هذه، ولكن بالنسبه لعدد كبير من المحللين قطر ما كانتش كتفكر غير في شهر واحد، كانت كتفكر كيفاش تقدر تقدم نفسها للعالم كامل بواحد الطريقه مختلفه ومثاليه. وفعلا شفنا المطارات، شفنا المترو، البنيه التحتيه، السياحه، الصور الداخليه، هادشي كامل عناصر كتدخل في رؤيه طويله المدى. وهنا السؤال ما بقاش واش قطر ربحات، ولكن شنو كانت باغيه تربح اصلا. لكن ماشي كل التجارب متشابهه ودائما كتكون رابحه. بعض الدول واجهت مشاكل كبيره من بعد انتهاء بطوله كاس العالم. بعض الملاعب ما بقاتش كتستعمل بنفس الوتيره اللي كانت تستعمل فيها في كاس العالم، وهذا الشيء بالضبط اللي وقع في جنوب افريقيا في سنه 2010 فاش كانت استضافات كاس العالم. بقاو شي ملاعب ما استفادتش منهم ولات كتصرف عليهم مبالغ ضخمه في الصيانه حيت ما عندهاش شنو دير فيهم اصلا، وهي كتبقى من اكبر الامثله ديال الدول اللي خسرات من بعد كاس العالم. هادشي اللي خلات خبراء الاقتصاد يحضروا من بناء منشات اقتصاديه كبرى بدون واحد التخطيط اللي هو مسبق لشنو غيديروا فيهم في المستقبل، لان النجاح الحقيقي راه ماشي هي ديك المباراه النهائيه اولا داك 2 المليار ديال الناس اللي كيتفرجوا فيك في ذاك النهار، ولكن النجاح الحقيقي كيتقاس بشنو بقى من بعد سنوات وشنو غادي تربح. وهنا غنجيو للمغرب. بزاف ديال الناس كيشوفوا الاستثمارات الكبيره اللي كيدير المغرب وكيطرحوا واحد السؤال اللي هو علاش هادشي كامل. ولكن السؤال الحقيقي هو واش المغرب كيشوف في كاس العالم غير واحد الشهر ديال البطوله اولا كيشوفوا واحد المشروع ديال عقود من هنا لقدام، لان الطرق دابا اللي كتبنى والمطارات اللي كتوسع والفنادق والقطارات والبنيه التحتيه اللي ولينا كنشوفوها كيفاش كتنتعش ما غاديش تختفي من بعد ديك صافره النهايه. وهذا الشيء علاش المسؤولين حاليا كيستعملوا واحد الكلمه ديال الارث، اي شنو غادي يبقى للاجيال القادمه من بعد هذه البطوله هذه. وفعلا هو ارث، وبلادنا غتعيش واحد القفزه نوعيه وغادي تنتعش بزاف من مور هذا كاس العالم ديال 2030. ودابا نرجعوا لذاك السؤال اللي بدينا به في الاول، علاش الدول كتقاتل على تنظيم كاس العالم؟ الجواب هو ان كاس العالم اليوم ما بقاتش مجرد كره القدم، ولات اكبر فرصه لجذب المستثمرين للبلاد واللي جذب السياحه وتحسين صوره الدوله وتسريع مشاريع البنيه التحتيه. الدوله ماشي فحالنا كتراهن على نهار اولا شهر اولا سنه، الدوله كتراهن على واحد 30 عام لقدام. يمكن من بعد سنوات غادي نعرفوا شكون هو الرابح الحقيقي من مونديال 2030 في المغرب. ولكن المؤكد ان كاس العالم اليوم ما بقاش مجرد كره قدم، لا، ولات اكبر فرصه ديال الاستثمار وتلميع الصوره الدوليه وواحد الصراع اقتصادي اللي هو كبير. ودابا جا الدور عليكم وبغيت نعرف الراي ديالكم. الا انت هو المسؤول من بعد هادشي كامل اللي سمعتي، واش كنتي تقدر تصرف ملايير الدولارات باش تنظم كاس العالم اولا كنتي غادي تستثمر هاد الاموال كامله في شي مجالات اخرى؟
حيد عليا ديك العاطفه لهاد الجهه وخدم لغه العقل وكتب لي في التعاليق الراي ديالك الشخصي. كان معكم علي ونتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.